السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل كبسة الفراخ أو الدجاج من الأكلات السريعة والحلوة جدا في الصيف في حلة واحدة ومش هتاخد وقفة كتير في المطبخ. الكبسة طبعا معروفة ومن الأكلات الشهيرة في السعودية. بتتعمل كبسة لحمة أو دجاج أو سمك. وطبعا الكبسة بتتعمل بالرز البسمتي، بس النهاردة هعملها بالرز المصري، بصراحة بحب طعمه أكتر. يلا مع بعض نشوف المقادير ايه. معايا فراخ مغسولة كويس وشايلة منها الجلد. بصراحة الفراخ لما بسلقها بحب اشيل الجلد منها، غير في الشوي بسيب جلدها عشان يطريها. ومعايا بصلة كبيرة وطماطمتين كبار ومعلقة توم كبيرة ومعلقتين صلصة. والفلفل ده طبعا بيكون اختياري، ده فلفل الشطة. اما بالنسبه للبهارات، معايا ملح وفلفل والكزبره واخده منه معلقه كبيره. ده خليط، ده انا بستخدمه دايما في اللحمه والفراخ. ومعايا نص معلقه من الكمون، ونص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الكركم، ونص معلقه من الكاري، ونص معلقه زعتر، ونص معلقه قرفه. والقرفه كمان لما بتكون عيدان بتكون افضل. ومعايا اخر حاجه نص معلقه بهارات كبسه، وكمان ورق لورا وحبهان، بس انا نسيت ما احطه هنا في المكونات، هحطه في الاكله وانا بعملها. بجيب حله كبيره، بحط زبده وزيت، وبعدين بنزل عليهم بالفراخ. ممكن ننزل بالبصل الاول ونحمره وبعدين عليه الفراخ، مفيش مشكله، الاتنين ينفعوا. بس انا بحب كده ادي للفراخ صدمه مع الزبده والزيت. وبعدين بشيله وبحط البصل، وبرجع احط الفراخ تاني. بقلب الفراخ كويس واحمره، وبعدين بشيله من الحلة وبحط في نفس الحلة البصل. بقلب البصل كده، واول ما بيجي يدبل معايا بحط له الثوم. انا مش بحب احط الثوم في الاول مع البصله، لان الثومه لو حطيتها مع البصله في الاول ممكن تتحرق مني. اهو دلوقتي انا حطيت الثوم، بقلبها تقليبه كده مع البصل، وبعدين برجع احط الفراخ تاني عليه. وبقلب البصل زي ما انتوا شايفين كده، انا مش بحمره خالص، بسيبه يدبل بس كده، حاجه بسيطه. وبعدين اهو نزلت بالفراخ والبهارات. زي ما قلت لكم عيدان القرفه كمان بتكون حلوه خالص، بس انا ما كانش عندي، فحطيت من القرفه المطحونه. ودلوقتي حطيت ورق لورا والحبهان. انا دايما في كل اكلاتي بحب الورق اللورا والحبهان مطحونين، بس في السلق بحطهم صحاح زي ما انتوا شايفين كده. بقلب الفراخ كويس كده مع البهارات، وبعدين بنزل عليهم بالطماطم والصلصه. انا دلوقتي عايزه الطماطم تتسبك شويه مع البصل والفراخ، فهحط زي كوبايه ميه، بس كوبايه واحده. انا مش هزود ميه دلوقتي، هي كوبايه واحده بس كده، وهدي النار شويه واغطي الحله واسيبهم كده يتسبكوا مع بعض. ده شكلها بعد ما اتسبكت، مش قادره اقول لكم على الريحه. ميكس البهارات ده طعمه خطير جدا. ودلوقتي هزود ميه اللي هسلق فيها الفراخ. بصراحة أنا بحب أحط بهارات كتير في الفراخ غير اللحمة والسمك. أول ما الشوربة بتغلي كده معانا، المفروض إن أنا أنزل بالفلفل، وبعدين الرز، والفراخ بقى تستوي مع الرز كله مرة واحدة. بس أنا بفضل عشان عايزة الفراخ تبقى متحمرة، بسيب الفراخ تستوي خالص في الشوربة، وبعدين بشيلها وبعدين أحط الرز. ودلوقتي أنا شلت الفراخ وحطيت دلوقتي الرز. وبنشوف كمان ملح الشوربة ايه قبل ما نحط الرز ونظبطه. وبغطيها على نار هادية، وده شكل الرز بعد ما استوى. طبعا معروف الكبسة بيتاكل معاها سلطة الدقوس، بس انا ما صورتهاش المرة دي، ان شاء الله لما اعمل كبسة اللحمة هبقى اصورها. اما بالنسبة للفراخ، فانا بعد ما شلته من الشوربة حطيته في صينية وحطيته تحت الشواية، وعمل معايا اللون الحلو ده. او ممكن كمان تحمروها في طاسة مع زبدة، مفيش مشكلة. في خطوة كمان، لو عايزين الرز والفراخ يكون ريحتهم كده مدخنة كأنها مشوية على الفحم، بنجيب فحم بعد ما بنسخنه على النار كويس، وبنحطه في نص استرفيس كده على الرز، بس طبعا بيكون من تحت كده في ورق سيلفر عشان يحمي الرز من الفحم ما يتبهدلش. وبنغطيه بأي غطا أو بورق سيلفر كده من فوق، وبيقعد شوية مع الدخانة كده، فبيديكي نفس نتيجة الشوي على الفحم، وطعمه بيبقى حلو جدا.
وده كان فيديو النهارده كبسة الدجاج السعودي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا.